بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي الكرام، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. معكم معاذ تيجاني. اشتركوا جميعا في قناتي على اليوتيوب معاذ تيجاني كارديولوس، وبارطاجي وخليوا لنا تعليق مليح إن شاء الله، حتى يصل الفيديو إن شاء الله والمعلومات لكل إخوة مربين الطيور. إخوتي، هذه الأيام يعني كثر الكلام حول هذا المرض الذي ترونه عند سواء الحسون أو الكناري أو البيروش أو بعض الببغاءات إلى آخره. خوتي، هذا المرض اللي هو الكاتاراكت أو كما يسمى بياض العينين. هذا خوتي بزاف ناس كان اللي يقول لك جرب الخلطة الفلانية، كان اللي يقول لك خلط أوضع له السيروم الفيزيولوجي، أو مضادات حيوية موضعية أو إلى آخره. إخوتي، ما حابش نطيح لكم المعنويات، ولكن للأسف العلم الحديث يقول أن هذا المرض اللي هو بياض العين، أو بالتحديد بياض عدسة العين، حتى نكونوا أكثر دقة، ليس له علاج مباشر خوتي. ما كانش علاج بالأدوية، وكل معلومة تقول لك وضع دواء ولا معلومة غير صحيحة وغير علمية خوتي الأعزاء. صحيح إخوتي، الحل الوحيد لعلاج هذا المرض وهو بالعملية أو التدخل الجراحي. راح نفهمكم خوتي المرض واش راح يصرى هنا في عين الطائر. هنا خوتي فراكم تشوفوا هنا البياض، هنا كاين عدسة العينين، يوجد عدسة العينين. فهذا صراحة ما تكونش غشاء، أو كما نقول حنا ضيفا نقول لك غشاء يتكون. صراحة ماشي غشاء يتكون خوتي، الحقيقة أن العدسة العينين هي التي تتغير من اللون الشفاف إلى اللون الأبيض هذا راكم تشوفوه، إلى اللون الأبيض هذا راكم تشوفوه خوتي. صحيح، وهذا عنده عدة عوامل. ممكن بسبب مثلا زيادة البروتينات كثيرا، هذا قادر يصرى به المرض. أو كيما عند الإنسان قادر كي السكري يطلع بزاف، أو المقنين يكبر بزاف، هذا يولي كما نقولو حنا كبير فلاج بزاف. أو أيضا يتعرض لأوقات كبيرة أو كثيرة لأشعة الشمس. صحيح خوتي، المقنين كي تخليه بزاف الشمس، العين تاعو تتعرض للأشعة الفوق بنفسجية تاع الشمس، ماشي مليح. قادر إذا تخليه بزاف الشمس قادر يصيبه هذا المرض. صحيح خوتي، هذا هو التفسير العلمي تاع هذا المشكل. كيما قلنا قادر زيادة البروتينات بزاف، ولا التعرض للأشعة فوق بنفسجية بزاف تاع الشمس، ولا السكر يزيد بزاف، ولا الشيخوخة تاع الطائر تاعنا. صحيح يا جماعة الخير. لهذا للأسف خوتي في بلادنا ما كانش بياطرة أو الذين يقومون بهذه العملية. صراحة هذه المرة شفت عند الأتراك كل شيء. العملية تبدو والله بسيطة جدا، ولكن للأسف هنا ما كانش. ربي يحفظكم، السلام عليكم.